السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بواحد الحكاية. أنا سميتي وجدان، في عمري 27 عام، خدامة في واحد المحل ديال الحلويات. أنا يتيمة الأب، عندي الأم ديالي مسكينة مريضة بالقلب، وأنا اللي كنخدم عليها. واحد النهار ما بيا ما عليا، جالسة خدامة، جا واحد السيد راجل شوية كبير في العمر، يمكن جاي مسافر، جاي خدام عندي واحد حلوى وشرب كاس ديال الحليب وهو زربان. خلصني ونسى البسطام ديالو. انا منين انتبهت للبسطام جيت نتبعو ما تلاقيتوش. بقيت كنقول فيه غنتلاقى هاد مول هاد البسطام. حليت البسطام، بغيت نشوف هي العنوان تاع السيد فين ساكن. دخلت، بات ليا فيه فلوس كتيرة. في الاول ما قدرش نحسبها، وانا ننتبه لواحد الورقة كاتب فيها اسم المستشفى وبيلا هو غادي يعالج بنته. تصدمت وتحملت واحد المسؤولية. كنقول انا غنقلب على هاد المستشفى فينا بلاصة كاينة في اسفي، وغادي نعرف مول هاد البسطام. مشيت كنجري، خرجت من الخدمة مشيت كنجري للمستشفى. كنسول على هاد البنت، تا واحد ما عطاني خبارها وما عرفت شكون. بقيت جالسة تما في السبيطار النهار كامل باش ربما نتلاقى معاه. كنتسنى واحد الوقت، كنشوف الفراملية كيجريو، تبعتهم بغيت نشوفهم فين غاديين. كيف دخلوا حلوا الباب ودخلوا، بقيت كنطل كنتابع شكون اللي كاين في داك البيت. تا كيبان ليا الراجل اللي جا عندي كاين تما، وكاين حدا بنتو كيبكي، حيت الفلوس اللي كان غيدير لبنتو بها العملية ضاعت ليه، ما عرفش فين نساها. حتى دخلت لعندو، قلت ليه ها البسطام ديالك. بقى كيشوف فيا والدمعة في عينيه، ما بقاش عارف اش يقول ليا. قلت له انا ما عنديش الاب ديالي، انا يتيمة الاب، وعندي هي امي مريضة بالقلب. انا حسيت بيك بلا بغيتي تعالج بنتك. بقى كيشوف فيا هو مصدوم، ما هضرش معايا حدو حتى مشى خلص باش تمشي دير بنتو العملية. رجعت انا عند الام ديالي وكنبكي، حيت الام ديالي مريضة بالقلب وما عنديش باش نعالجها. كنقول يا ربي تجيب لي شي رزيق باش نعالجها. دازت ايام قليلة، خرجت بنته من الانعاش. جا كيقلب عليا، مشيت لعندو وطليت على بنته. صافي تعافات بنته، رجع للمدينة اللي هو فيها. داز ايام قليلة هو يجي لعندي، قال لي انا درت لك مشروع باش ترزقي فيه على الله. فرحت، هو راه لاباس عليه وخانز فلوس، دار لي مشروع ترزقت فيه على الله وعالج الام ديالي. وانا فرحانه كنقول الله، كنت ديما انا كنمشي للبحر وكنبقى نشكي عليه الهموم ديالي، ولكن الله سبحانه وتعالى حقق لي الامنيه ديالي وجاب لي هاد ولد الناس في طريقي، وجدت انا في طريقه
ساعدته في البسطام ديالو باش يعالج بنته، وهو رد ليه جميل ودار ليا مشروع باش نعالج فيه الام ديالي، وعشت بخير وعلى خير، وبنته عاشت بخير وعلى خير. صافي يا البنات، هذه هي قصتي تاعت اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنسونيش حبيباتي من التشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم. مع السلامة حبيباتي، إلى فيديو قادم إن شاء الله.